واللي متابعينه اليوم عن إقفال اليوم العقارات بدوائر العقارية بجبل لبنان. طلعوا قرار إنه فتحت أو ما فتحت، وليش فقط بجبل لبنان؟ ماذا عن بقية الدوائر العقارية بالجنوب والشمال والبقاع؟ بس طلع الفساد بس بجبل لبنان. طيب ماذا عن الموظفين الملاحقين وغير الملاحقين؟ وبمين لو فتحت؟ لهلا عم ينقلنا معلومات وصلت انه ما فتحت، بمين رح تسير الدوائر العقارية المعاملات؟ خلينا نضوي على هالموضوع اللي فتحناه طبعا معه ضيفنا اليوم المهندس شربل أبو جودة. أهلا وسهلا فيك. ميرسي على الاستضافة، يعطيك العافية. طلعت الصرخة عن تسكير الدوائر العقارية بجبل لبنان. امبارح كان في وقفة لعدد يعني اليوم من المعنيين عم بيطالبوا انه تفتح الدوائر. نحن عرفنا وطلع الوزير وزير المالية والمعنيين طلعوا انه فتحت الدوائر تويت العقارية. نعم نحن شفناها تويت. نحن بهمنا شو يعني تويت؟ يعني ما فهمت انه شو يعني تويت. يعني الكلام ما عليه جمرك؟ نحن شو عم نعمل؟ نحن بهمنا تفتح العقارية. نعم. بس بأي أدوات بده يفتح؟ إذا عامل مجزرة بالموظفين ما مخلي لا آدمي ولا أزعر، جملهم مع بعضهم كلهم سوا. نعم. ففي شغلة كتير مهمة تما نحكي على المؤامرة، وأنتم عارفين أنه هيدي مؤامرة ضخمة على لبنان. بس يعني بلشت بجبل لبنان. أنا عم بحكيكي على مؤامرة تدمير الاقتصاد اللبناني. نعم. بتبلش من وين ما كان. كيف ما تبر ما بتلاقي في مؤامرة على تدمير اقتصاد لبنان. بتبلشي من تدمير أجمل موقع سياحي هي سوليدار. ليش دمرناها؟ ليش دمرنا قطاع مصرفي بالشرق الأوسط؟ ليش عم ندمر مركز رئاسي؟ ليش دمرنا القضاء؟ ليش دمرنا المدارس بهود السبع درجات؟ شو هالخطة الجهنمية لتدمير الاقتصاد اللبناني؟ لقيوا حجة وفتحوا، انتبهي، فتحوا حرب على الموظفين. هيدي حرب أنا بسميها. طب معليش يعني، بس خلينا اتهمون. رح لك شغله، في موظف في رشاوى راسي. بس اتهمون اول شيء بدعم الارهاب، بفساد، وبالرشوه. بالاخر بس لقطون وحطوا لهم اكياس بروسهم، رجعوا شالوا دعم الارهاب. يعني طريقه اول شيء غلط. بعدين في عندك موظفين اوادم وعندك موظفين زعران. بس خلينا نحكي القضاء. أنا مع كل واحد فاسد بالحبس. على الحبس. نعم. بس كل واحد طلع آدم بده يعتذروا منه. بس خلينا نعطي القضاء لما تحرك بالنافعة ما كان حدا عم بيرد، وطلعت النافعة مغارة علي بابا. القضاء تحرك كمان بموضوع الدوائر العقارية، ونحن بنعرف ما في أكيد معاملة لما بيقبض عليها. يعني اليوم نحن ما بدنا ندافع عن الموظفين الغير النزهاء. هلأ في موظفين فاسدين وفي موظفين منهم فاسدين، ما فينا نعمم. بس في موظفين وهن العدد الأكبر من الفاسدين. نحن مع قضاء على الفساد بكل لبنان. طيب عندك هالدائرة كيف بدها تمشي هلا بلا موظفين اختصاصيين. هلا ني بده يفتح بأي اساس بده يفتح؟ يعني نحن بهمنا يفتح الوزير، بس كيف بأي آلية؟ بس هي مرة يعني جملة قلت تويت كأنه يعني رفع عتب انه انا قلت يفتحوا. يعمل قرار ويفتح، ما بقى لهود تويت ما قلها عايزة معنا. نحن بدنا قرارات ويفتحوا. ما بدنا. بس هني قالوا انه بالتويت قال انه ستفتح دوائر العقارية. ما فتحت. فتحوها. نحن شو قاعدين هون مش يفتحوها؟ نعم. نحن شو همنا؟ ننقذ اقتصاد لبنان، ننقذ. يعني بدكم مصاري للدولة اللبنانية، افتحوا العقارية. طب ليش كل الدوائر العقارية تشتغل وتعمل باستثناء دوائر العقارية بجبل لبنان؟ أول شيء أنا مثل ما شايفة هيدي أقوى اقتصاد بلبنان هو جبل لبنان. نعم. مثل ما عم يدمروا كل القطاعات القوية، عم يدمروا قطاع البناء يلي هو قطاع يلي فوت لك $1.8 مليار على الدولة اللبنانية. ليش عم يقضوا على الدولة؟ بكره يقولوا للجيش اللبناني ما معنا مصاري ندفع لك في العبايتك، تنقول القوى الأمنية فلوا على بيوتكم ما معنا مصاري. هيدي بالآخر الهدف. ليش عم يقضوا على رئيس الجمهورية؟ ليش عم يقضوا على مجلس الوزراء؟ في مؤامرة يا جماعة. نحن نايمين وهن ذاتهم. لمين عم تتوجه بكلامك؟ لكل المسؤولين. هن مسؤولين عن هالمؤامرة. بس ما لا طلعت أصوات النواب، ويعني ما شفنا إلا تويت وتصاريح اليوم وبيانات ومقابلات معهم عم بيدعوا إلى فتح دوائر العقارية بجبل لبنان. نفتحها بإيدي أنا
انا النايب، انا مسؤول. مين لازم يفتح هن الدوائر ينزلوا العقارية؟ تحت يفتحوها، يطلعوا مجلس النواب ينتخبوا رئيس يعملوا شغلهم. نحن بلد عم ينهار، لازم نشتغل 24/24 لانقاذه. نايمين كلهم، حتى الشعب ما فينا نعمل. حتى الشعب في ناس نايم. عم تنزل لحتى ينتخبوا رئيس، بس حتى الشعب عم بيعطلوا حتى الجلسات. الشعب نعم، الشعب استسلم. وهيدي اكبر خطوره لانهيار الوطن. نحن اذا الشعب استسلم هون المصيبه. نحن ما بدنا نستسلم، بدنا نضلنا نحاول ننقذ بلدنا، اقتصاده نحن بدنا نقيمه. طيب شرب الأبو جودي، شو هي القطاعات اللي تأثرت سلبا نتيجة إقفال الدوائر العقارية؟ أول شيء الرخص البناء. رخص البناء عندك لا يقل عن 5000 رخصة من الشوف لجبال. هاي 5000 رخصة وأنا منهم عندي 10 رخص، وأنا عندي رخص، كل رخصة مثلا 30,000 متر، بتشغل كيف ما كان 2000 عائلة. طيب هودي إذا 50,000 رخصة 5000 رخصة، 50,000 عائلة هو بيشتغلوا. هلأ ما عم يشتغلوا. هيدا سبب هجرة المنطقة بجبل لبنان، أنه ما في شغل. ليش ما في شغل؟ لأنه مسكرينهم العقارية. طيب القطاع البناء، قطاع الديكور، قطاع الصحية والكهرباء والميكانيك، العقارات، بيع الشقق، كل شيء خصه، الجنينات، كله مرتبط بالبناء. 90 قطاع قضيوا عليه قضي بإفادة عقارية مش عم يعطوها. طيب فيكم تطلعوها اونلاين يا خيي، فيكم تحطوا 5 6 هلا يمشوا الاونلاين، يمشوا شغل الدولة، بس ما في نية تمشية الدولة. والبرهان انه ما في نية يبنوا دولة. هاي الموازنة اللي حاطينها بتدمير الاقتصاد يلي بعده باقي. نعم. ما امنوا حلول جديدة، مثل فتح حطيت التكرير تبع البترول بطرابلس، مثل شوفوا المية اللي عم تطلع بالبحر عم يكبوها يروحوا يبيعوها، يلاقوا فورمولات جديدة يحلوا العقارات بالبقاع العاصي والمنطقة. نحن عم نتوجه إلى وزير المال وإلى رئيس دائرة إلى المدير الشؤون العقارية. ليش ما عم يدمروا لبنان؟ شو الهدف من تدمير لبنان؟ 24/24 لازم تسهروا كلكم سوا، النواب ومجلس وزراء وكلهم سوا يلاقوا حل. طيب ليش عم بيتلاحقوا فقط موظفي دوائر العقارية بجبل لبنان بدون غيرهم؟ يعني هن يعني الفاسدين وبجنوب وبشمال وبالبقاع، يعني هن منزهين. كبش محرقة. عندنا اقتصاد قوي بجبل لبنان عم يدمروه. هيدا تدمير قطاع جبل لبنان. طلع كبش المحرقة بالموظفين ولقيون حجة الموظفين. هودي معترين. هلا أكيد في كم واحد فاسد، أكيد هو بدهم ينحطوا بالحبوسة، والأوادم ما لازم يتعاطوا معهم. طيب في 124 موظف في جبل لبنان، 15 منهم صدرت بحقهم مذكرات توقيف غيابية وما بيحق لهم العودة، لازم يسلموا أنفسهم للقضاء. طيب كيف بدها تمشي الدوائر العقارية اليوم بدون ما يعملوا؟ في موظفين هن أول شيء منهم هربانين ومنهم موقوفين ومنهم ببيوتهم. هي الطريقة، يعني العدد اللي موجود ببيوت بيقدر يمشي دوائر العقارية بجبل لبنان. اللي صارت التعاطي بالموظفين، ما في عندك هيرارشي، عندك تفتيش المركزي، عندك كذا، بيفوتوا واحد فاسد بياخدوه بيردوا غيره. نعم. مش بيفضوا الدوائر كلها سوا. برجع بقول شو بعمل، ما في منطق كمان. وهيدا ببرهن انه هيدي انا بدي ارجع اقولها، ويمكن كلكم ما حدا عم يقولها، هيدي مؤامرة على جبل لبنان، مش على جبل لبنان، على لبنان. ما خلوا قطاع ماشي بالبلد. ولك حدا بيصدق انه اخذوا لنا مصرياتنا بالبنوكي وبعدنا مش عم نصدق انه مؤامرة. طب في اليوم 70,000 معاملة علقانة بالدوائر العقارية من نسيان المعاملات اللي بتقدم فور عودة العمل يعني إلى جبل لبنان. يعني اليوم في معاملات ناطرة وفي معاملات بالجوارير. طب اليوم شو مصير، شو التداعيات السلبية اليوم على كل شيء؟ تخيلي سنة بعدهم ناطرين وتركينا مسكرة وما بفرقاني معهم. كيف هالحركة بعد ما لقيوا حل من سنة لهلا؟ طيب مين اللي مسكرة؟ لحظة، عندك المدير الشؤون العقارية يعني موجه له تحية الأستاذ جورج مراوي، وهو كمان مدير وزارة المال بالإنابة، عندك وزير المالية، عندك النواب. مين المعنيين؟ نحن قاعدين كلهم معنيين، كلهم أشياء. القضاء، ما هو والقضاء معني كمان، والقضاء بس معني. القضاء تحرك من شان الفاسدين. أنا معه القضاء، بس لازم يتحرك وين ما كان. تحرك القضاء، مش بس القضاء بجبل لبنان تحرك بغير أقضية، ما تحرك. مش بس يمشي على الموظفين، يطلعوا اللي دمر البلد وعم يدمر اقتصاد لبنان. وينني هالقضاء؟
فايتين على بس موظف وعلى كذا. شوف هودي اللي عم يدمروا السياسة العامة لتدمير الاقتصاد اللبناني كله سوا، وين القضاء عليهم؟ طيب ماذا عن الرسوم؟ يعني اليوم نحن الرسوم كانت عم تندفع على 1005. ايه هلا شو وضع الرسوم؟ هلا خلينا نحكي بغير مناطق شو عم بيدفعوا رسوم. ارتفعت الدي على 15,000 على 1005 بكل لبنان. يعني هلا مين يلحق حاله؟ هوديك عم بيلحقوا حالهم بكل الأقضية. نحن بجبل لبنان هلا بس يفتحوا بدهم يعلوا الرسوم. هلا ان شاء الله يفتحوا. اول شيء ما بدهم يفتحوا، انا بقول لك ما بيفتحوا. ليه؟ بدهم يدمروا لبنان. عم يدمروا لبنان ويطرقوني ويفتحوا بكره من خلال جبل لبنان. أنا عم بتحديهم يفتحوا بكرة وما يقولوا عم يدمروا اقتصاد لبنان. نعم. بس هن عم يدمروا اقتصاد لبنان بهالطريقة. بس عملوا اجتماع بعض النواب عن جبل لبنان وطالبوا بإيجاد حل حتى ما يوقع الغبن على أي مواطن بظل الظروف اللي عم نمر فيها، ولازم احتساب الرسوم المترتبة على المواطنين وتسديدها وفق ما كانت الرسوم بوقتها. يعني ما فين يجي يقولوا لنا إنه علية الرسوم ويدفعوا قبل على الرسوم مرتفعة وبوقت غيرهم كان عم يدفع على 1005. نحن هلا رح يفتحوا، إذا بدهم يفتحوا عنا بدهم يفتحوا على 92,000 مش نعم. على 1005. نعم. وهيدي بدها تكبد الشعب الجبل أهالي جبل لبنان كل التكاليف. في شيء مش منطق. لازم يعطونا مهلة سنة على 1005 بجبل لبنان ليكون في عدل. اليوم مش غير المنطقي عم ينقى. احنا من انه التصريحات السياسيه يعني احيانا من بعض النواب انتقاد مباشر للقضاء ولوزاره المال وغيرها من الوزارات المعنيه بتهمه عدم معامله منطقه جبل لبنان من غيرها من المناطق واشحاف يلحق بهذه المنطقه وصولا الى اللي عم نحكي عنه استهداف سياسي لانه سكرت اقفال الدوائر العقاريه وعدم اعاده فرحها بالسرعه المطلوبه. يعني اليوم اذا نحن بدنا نحاسب منقول سكروا غير دوائر، يعني حيسبوا أبداً المعنيين والفاسدين بغير دوائر مش بس بجبل لبنان. ما بدنا نقول لا افتحوا جبل لبنان فقط، مش هيك لازم يكون الخطاب. نحن منقول في تفتيش مركزي، في نظام، في دولة. وينه؟ مش دولة بوليسية. وينه؟ مش دولة بوليسية. موجود بس مغيبينه. هو مغيب حاله كمان. ايه اللي بده يشتغل بيطلع وبيشتغل. القضاء أنا من هون ليش عم قلك نحن عم نخطط. نحن منطقة عنا جمعية سويسرا الشرق عم نخطط لشيء كتير حلو. في ناس ما بتحب تدفع ضريبة. ليش ما منحول؟ إذا بتعرفوا جبل علي بدبي منطقة كلها خالية من الضريبة وبتطلع 22% من الناتج القومي الإماراتي. ليش ما بنعمل لبنان كله منطقة حرة وخلي نفتح الاقتصاد؟ الدولة عليها تعمل قضاء، تعمل طرقات وكهرباء ومي. لازم يتحاسبوا الفاسدين. هيدا سؤالي. أكيد. وين ما كانوا. يعني بدنا نطالب مش فقط واحد واحد، مش كلهم سوا. مش نشيل كلهم صاروا كلهم ما بيسوا. دغري الفاسد تسحبي دغري وتحطي غيره، مش تسحبي 200 واحد. مين ما نحط غيره؟ في تدريبات معينه للتعامل. ما تشيل واحد فيك تأمني، بس ما فيك تأمني محل 150 واحد ضربة واحدة. ما في منطق بالشغل كمان. ما فيك تعمل انهيار للدولة وتقولي أنا شو بعمل. هيدي مقصودة. هي مقصودة ضرب الاقتصاد اللبناني ويبرهنوا العكس عني ويفتحوا العقارية بكرة. بعدين حضرتك قلت بتويت أعلنوا لا نحن عنا معلوماتنا بتقول مجلس الوزراء قرر يفتح دوائر العقارية بجبل لبنان بناء على مطالعة وزير المالية اللي بدورة ارتكزت على رأي كل من مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي. طيب مجلس الوزراء قرر وينه؟ كيف عم ما فتحوا؟ طب كيف بده يفتحوا؟ كيف بده يفتحوا الموظفين؟ بأي عناصر وبأي موظفين؟ فتح بس يفتح الباب. يعني بدك مين يقوم بالشغل؟ هون المنطق اللي عم بحكي فيه أنا. نعم. بدنا نلاقي حل، نعمل تسوية مع هالموظفين. الآدم نرده، المرتكب يفوت على الحبس، يلي بقيوا منكفي ونرجع نفتح ونطور ما نأخر بقى. بس النواب بيقولوا لنا نحن مش عم نقدر نعمل أكتر من إنه مساءلة الحكومة والإدارة المعنية عن إقفال الدوائر العقارية بجبل لبنان. شو بدهم يعملوا؟ بيفتحوها بإيديهم؟ أكيد بدهم يلاقوا 100 حل. 24 ممنوع يناموا. عم يتدمر اقتصاد جبل لبنان. وين نواب جبل لبنان؟ من جبال لشوف وين هن؟ عشان انتخبوا الشعب تيدمر اقتصادهم. هن في عليهم يسائلوا الحكومة بيروحوا بيفتحوا دوائر بايديهم. طيب ما هن يطلعوا على يعني الحكومة عندها مسؤوليتها انها تدرب الموظفين بهالوقت الضائع. يعني مش تسكر وما تعمل شيء. تدرب موظفين غير دوائر كمان تحاسب، مش بس توقف عند. وهون مش بدنا يعني نجي على قضاء جبل لبنان، نجي على بقية الأقضية والقضاء عندها كيف ما تحرك لمحاسبة الفاسدين أو لك محميات سياسية مثل العادة. $1,200 مليون عندك عم نروح علينا بالسنة، يلي هن عم يركضوا يشحدوا الدولار من برا. نعم.
قديش بدك؟ $1,000,000 موظفين، زيدوا للموظفين، اعملوا سبيشال كيس مرحله لقيوا حل، قالوا حل الموظفين، اعطون حقهم وخليوا يشتغلوا وبينقذوا البلد. ان شاء الله بيكون عنا حلقه موسعه والاطاله، لانه المناشده اليوم لانها كتير كبيره، في ضرر لاحق بالموظفين، بعض الموظفين، في ضرر لاحق بالمعاملات بالمواطنين. يعني معقوله هالقد معاملات يعني موجوده ومتراكمه بحق المواطنين، عم يقضوا على الشعب اللبناني، عم تقضوا على الشعب اللبناني. نحن رح نتابع، انا بدي اشكرك، رح نكتفي بهالقدر اليوم الى ان يكون في متابعه حول دوائر العقاريه بجبل لبنان. المهندس شربل أبو جودي، يعطيك ألف عافية.